هي ليه الرياضة لوحدها مش بتنزل الكرش؟ مش كل الدكاترة بتقعد تقول لك العب رياضة، الرياضة بتحسن الجسم، الرياضة بتخسس الكرش. هو ايه الموضوع بالظبط؟ من الآخر، عمرك سألت نفسك السؤال ده؟ ليه ممكن تنزل الجيم 4-5 مرات في الأسبوع، تجري وتعرق وتحس انك عملت كل اللي عليك وبرضه عمنا الكرش موجود؟ والأغرب من كده إن في ناس بتتمرن بانتظام ووزنها ممكن يكون بينزل شوية لكن البطن بتفضل زي ما هي. هل معنى كده ان الرياضة دي مش بتخسس؟ كل ده كان فاتشة؟ لا، الحقيقة بقى مختلفة تماما. المشكلة مش ان الرياضة مش نافعة، المشكلة انك ممكن تكون بتستخدم الرياضة في المكان الغلط في خطة نزول الوزن. وفي سر بقى مهم جدا، جسمك مش بيختار يحرق الدهون من المكان اللي انت تختاره ولا اللي انت نفسك تخس منه. يعني بالبلدي ممكن تعمل 1000 تمرينة بطن، لكن ده مش ضمان ان جسمك هيقول تمام هنحرق دهون البطن. والنهارده اقول لك ليه ده بيحصل وازاي تعمل نظام يخلي الرياضه فعلا تساعدك تتخلص من الدهون، خصوصا دهون البطن. يلا بينا. مش المفروض تمارين البطن بتحرق دهون البطن ولا ايه الحكايه؟ على فكره دي من اشهر الخرافات. ناس كتير فاكره ان فعلا لو عملت تمارين بطن كتير 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 كل يوم كل يوم كل يوم الكرش هيختفي، لكن جسمك مش شغال بالطريقه دي. لما تعمل تمارين بطن انت بتقوي عضلات البطن وتخليها اقوى جدا، تمام، لكن حرق الدهون بيحصل على مستوى الجسم كله ومش ممكن تتحكم فيه ولا تحدد الجسم يسحب الدهون منين. يعني ممكن تكون بتتمرن تمارين بطن كل يوم، لكن لو نسبة الدهون في جسمك لسه عالية عضلات البطن هتفضل مستخبية تحتيها. وده السبب اللي بيخلي ناس كتير تقول أنا بعمل تمارين بطن كل يوم مفيش نتيجة. التمرين ده مش فاشل، المشكلة إن أنت بتحاول تعالج طبقة الدهون بإنك تتمرن العضلة اللي تحت الدهون. عشان تشوف البطن بشكل أوضح محتاج تشتغل على الصورة كلها، الأكل والحركة، النوم والضغط النفسي، وطبعا التمارين. طب ايه السبب اللي بيخلي الكرش لسه موجود رغم الرياضة الكتير؟ هنا نخش في جزء مهم جدا. لما بتتمرن انت بتحرق طاقة، لكن في نفس الوقت ممكن يحصل شيء انت مش واخد بالك منه. بعد معظم التمارين الشهية بتزيد جدا، فتلاقي نفسك بتقول لنفسك ايه؟ انا لعبت رياضة النهاردة، استاهل اكل بقى، وتروح تاكل وجبة كبيرة او تشرب مشاريب مليانة سعرات او حتى تاكل حلويات بعد التمرين، كله باسم التبرير انك لعبت رياضة وانك بتعوض الطاقة اللي حرقتها. مثلا انت اتمرنت كويس جدا لكن بعدها اكلت وجبة كبيرة جدا وحاسس انك تستحقها. النتيجة ايه؟ ممكن مجهودك الرياضي ما يعملش العجز المطلوب لنزول الدهون. مش معناته طبعا انك لازم تجوع نفسك، بالعكس المطلوب هو التخطيط، مش مجرد تتمرن اكتر وخلاص. لازم يكون عندك كمان نظام غذائي مناسب لكمية الحركة والهدف بتاعك. طب بأمانة كده يا دكتور، المشي أفضل ولا تمارين الجيم أفضل لو أنا عاوز أخلص من الكرش؟ هنا بقى ناس كتير تقع في فخ المقارنة، أروح الجيم، أجري ولا أمشي، ألعب حديد. الحقيقة بقى إن كل واحدة ليها وظيفة مختلفة. المشي والحركة اليومية مهمة جدا وبيزودوا استهلاك الطاقة بشكل واضح ومن غير ما يكونوا مرهقين جدا على جسمك، يعني سهل تعملهم كل يوم. تمارين المقاومة بقى برضو مهمة جدا لأنها بتساعدك تحافظ على العضلات أثناء نزول الوزن. وتمارين الكارديو مهمة جدا لطاقة القلب واللياقة البدنية واستهلاك الطاقة. عشان كده مش عاوزك تفكر فيها بالصورة دي، ايه احسن تمرين للكرش؟ غير تفكيرك، خليه مختلف شوية. خلي تفكيرك ازاي ابني نظام حركة استمر عليه شهور وسنين. وده فرق ضخم جدا، لان افضل تمرين مش التمرين اللي بيحرق سعرات اكتر في مرة واحدة، افضل تمرين اللي تقدر تستمر عليه سنين طويلة. طب ايه علاقة النوم والهرمونات والكرش؟ ايه الموضوع ده؟ هنا بنوصل لجزء مهم جدا. ممكن فعلا تكون بتتمرن كويس لكن نومك سيء، بتنام 4-5 ساعات بس، تصحى مرهق، بتشرب قهوة كتير ومنشطات عشان تعوض، وتفضل طول اليوم تحت ضغط وتوتر نفسي. وبعدين تستغرب هو انا ليه جعان طول الوقت؟ قلة النوم واضطرابات في النوم بيأثروا جدا على الشهية وعلى اختيارات الأكل، وغير انه بيأثر على النشاط اليومي طبعا والقدرة على الالتزام لأي خطة تنظيم نزول وزن. وطبعا التوتر المزمن بيخلي التحكم في الأكل أصعب بكتير. عشان كده لما حد يقول لي أنا عاوز أخس الكرش، أنا مش بس بسأله بتتمرن كام مرة، أنا عاوز كمان أعرف بتنام كام ساعة، بتاكل إيه، بتتحرك قد إيه خلال اليوم، بتجوع إمتى، بتاكل بالليل، عندك مقاومة أنسولين أو مشاكل صحية مرتبطة بالوزن.
وهل تقدر تلتزم بالنظام ولا لا. لان الكرش عمره ما كان مشروع تمارين بطن، الكرش مشروع إدارة صحة كاملة. طب ايه النظام الصحي لو هدفي فعلا اخس دهون البطن؟ وصلنا بقى للجزء العملي. لو عاوز الرياضة تشتغل لصحتك محتاج تعمل 5 حاجات أساسية. أول حاجة نظام أكل واضح، مش لازم تعمل حرمان شديد، لكن لازم يكون أكلك منظم ومناسب لهدفك ومناسب لجسمك وصحتك. خلي وجباتك مبنية على أساس بروتين مناسب، خضار وألياف، وكميات محسوبة من النشويات تناسب نشاطك وجسمك، ودهون صحية برضو بكميات مناسبة. ولو الموضوع ده صعب عليك اعمله مع دكتور، وقلل الأكل اللي بيجمع بين كميات دهون كبيرة والسكريات والسعرات الكتيرة اللي بيتاكلوا في نفس الوقت، خصوصا الحلويات والمخبوزات والمشروبات اللي مليانة سكر والسناكس اللي بنفضل ناكل فيه من غير ما نحس. تاني حاجة في الخطة الحركة اليومية. ما تعتمدليش على ساعة جيم بس. لو بتتمرن ساعة واحدة وبعديها طول اليوم قاعد على كرسي، محتاج تزود حركتك اليومية بالمشي، بطلوع السلالم بدل أسانسير، اتحرك جوه البيت، قلل القعدة على طول. الحركة جزء أساسي من خطة نزول الوزن مش بس الجيم. تالت حاجة تمارين المقاومة. لو هدفك نزول الدهون مع الحفاظ على شكل جسم صحي، يبقى تمارين المقاومة مهمة جدا. مش لازم تقلب نفسك لاعب كمال أجسام، لكن لازم يكون عندك برنامج تدريجي يناسب مستوى صحتك وجسمك وطبعا سنك. الهدف مش انك تروح الجيم وترجع متدمر متحطم، الهدف تعمل تمارين تقدر تكررها وطبعا تطورها مع الوقت. رابع حاجة بقى النوم. حاول يكون عندك مواعيد نوم ثابتة على قد ما تقدر. الهدف لمعظم الناس البالغين ان يكون عندهم من 7 ل 9 ساعات نوم منتظمين كل ليلة، لانك لو بتنام قليل جدا ما تستغربش لو التحكم في الجوع يبقى صعب قوي. خامس حاجة ويمكن اهم حاجة هي المتابعة. ما تعتمدش على الميزان بس، تابع وزنك، لكن تابع كمان محيط وسطك، صور الجسم على فترات، أدائك في التمرين، مستواك في الجوع، والالتزام بالنظام. لأن أحيانا الوزن بيتحرك ببطء لكن محيط الوسط بيقل، الهدوم بتوسع، وأحيانا الميزان بيتأثر بالمية والأملاح، محتوى الجهاز الهضمي والتغيرات الطبيعية في الجسم. احنا مش بندور على رقم بيتغير كل يوم، احنا بندور على نتيجة تحسن مع الوقت. طب لو عاوز أبدأ من بكرة يا دوك أعمل إيه؟ لو عاوز تبدأ بطريقة بسيطة، نظم أكلك بدل ما تعتمد على الحرمان، استشير دكتور تغذية، خلي البروتين موجود في كل وجباتك، زود أكل الخضار والألياف، قلل المشروبات السكرية والسعرات السائلة، اتحرك خلال اليوم مش بس وقت الجيم والتمرين، اتمرن تمارين مقاومة بانتظام، ضيف المشي والكارديو على قد ما تقدر، نام كويس وقيس محيط الوسط كل فترة، واهم حاجة ادي الخطة ده وقت كفاية قبل ما تحكم عليه بالفشل. الخلاصة يا جماعة، ما تقولش الرياضة مش نافعة، قول يمكن محتاج تظبط النظام كله. الحقيقة ان الرياضة مش عدو الكرش، بالعكس تماما، الرياضة واحدة من اهم الادوات، لكن لوحدها مش دايما كفاية. السر مش انك تتمرن اكتر، السر تعمل نظام متكامل تقدر تستمر عليه. أكل مناسب، حركة مناسبة، تمارين مقاومة، نوم كويس، ومتابعة مستمرة، وأهم حاجة الصبر. الكرش ما جاش في يوم وبرضه مش بيختفي في يوم. اكتب لي بقى في الكومنتات ناوي تبدأ خطة زي دي وإيه النتائج اللي حصلت عليها. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده ليه الرياضة لوحدها مش بتنزل الكرش. من الآخر